طيب ممكن سؤال تاني لو سمحت؟ اتفضلي يا أختي. دلوقتي أنا ابني عنده 4 سنين نعم. وما بيتكلمش، ورحنا لكل الدكاترة مفيش أي حاجة عضوية. يعني أنا في ناس قالوا إن ده ممكن يكون حسد أو سحر. طيب إيه اللي ممكن أعمله؟ حتى لو سلمنا أنه حسد، الدعاء والرقية بس، ما في إلا كده. إذا مرضت فهو يشفيني، لا تيأسي أبدا من رحمة الله. إذا مرضت فهو يشفيني يا أختي. طب معلش لو سمحت، طب دلوقتي أنا كنت عايزة العيلة كلها تتوضى وأحميه بمية الوضوء دي، يعني عشان لو في حسد يعني ربنا يرفع عنه. الحسد ما تقوليش حسد إذا قلت فيه عين، لكن لأن الحسد تمني زوال النعم، لا يحتاج إلى رقية، عفوا لا يحتاج إلى اغتسال. العين هي التي تحتاج إلى اغتسال، لكن لا أظنك أصبت في هذا الباب، فهذا شيء قدره الله بعيدا عن الحسد، وبهذه الطريقة ستؤذي العائلة كلها، حيث لا معنى هم مش معترضين. أي بس هم مش معترضين، لكنك لا تضعين الشيء في محله الصحيح. الآن العين تكون الشخص ماشي سليم، فجأة يصاب كما كان. ما هو فعلا كان بيتكلم وهو عنده 1.5 سنة. خلاص ما فيش مشكلة، الله يعينك. طب أنا ممكن أجمع مية الوضوء كلها ولا لازم كل شخص لوحده؟ أنت لا تعنيت على نفسك، اعملي بقى كل شخص لنفسه مية الوضوء، كل الكلام هذا يعني لا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمعوا يا جماعة يا متابعين، كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له سهل بن حنيف، وكان وسيما وضيئا، فقام يغتسل، فمر به عامر بن ربيعة فقال: ما رأيت جلدا كهذه الجلد المخبأة، ما رأيت جلد ولا كأنها جلد فتاة بكر. فسقط سهل صريعا في الحال. فانظروا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: أدرك سهلا صريعا يا رسول الله، قال: من تتهمون؟ اتهمتم واحد بعينه؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة، يعني كان مشهور بالعين، في ناس مشهورة بالعين. فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: على ما يحسد أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه يعجبه فليدعو بالبركة. أمره أن يتوضأ، وأخذ الماء وصب على سهل، قام كأنما أنشط من عقال. لم يأمر النبي كل الصحابة أن يغتسلوا من أجل هذا الرجل، بل حدد النبي: من تتهمون؟ فالعائنون يكونوا في الغالب معروفون، العائنون معروفون، العين حق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا استغسلتم فاغتسلوا. لكن هل طلب الرسول من كل الصحابة أن يغتسلوا؟ يعني في أيضا نظر في كلمات الأخت، الله يسلمها، الله يبارك فيكم.